السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء الأوفياء الأعزاء، أتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال، ورمضان مبارك سعيد، ومرحبا بكم في أول فلوق في هذا الشهر الفضيل، شهر الخير والبركات. نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين فيه المغفور لهم والمعتوقين من النار يا رب. شهر العبادة وشهر الطاعة والقيام، ومن طبيعة الحال الصيام. يا رب تقبل منا يا رب. عادة كنت بعد الإفطار كنمشي مع ولدي نأديو الواجب الديني، يعني صلاة العشاء والتراويح. واليوم لله الحمد العائلة كاملة، يعني المدام والوليدات غاديين للمسجد بعد الإفطار، وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم هاد الفلوق. نتمنى من الله عز وجل يعجبكم يا رب بإذن الله وعلى بركة الله. هاد المسجد جديد، المهم ملي كملنا الصلاة حاولت نقربكم من هاد المسجد اللي الله تفتح بداية هاد الشهر. كما تتشوفوا مازال الأشغال ما كملت 100%. المهم الجميل فيه هو أنه ما فيهش كثرة الزخارف، مسجد جميل ولله الحمد، ودائما المحسنين يكون لهم النصيب الأكبر في التشييد والبناء، فجزاهم الله عنا كل خير. إشارة متابعي الأعزاء، هذا المسجد قريب من السوق القديم ديال خريبة، وقريب أيضا من ستاسيون شيل. متابعي الأعزاء، أنتم تتشوفوا هذا المسجد، وأثناء المونتاج ديال الفيديو بانت ليا واحد الفكرة، وقلت يعني نختارها لكم وتعطيوني الرأي ديالكم في التعليقات. الفكرة هي كالتالي: شنو بان لكم أنني ندير لكم فلوقات على بعض المساجد اللي كاينة هنا في مدينة خريبة، وغادي نقرا التعاليق ديالكم ونشوف شنو الرأي ديالكم. بالنسبة لتشاهد هذه القناة أول مرة، تنقول ليه مرحبا بك معنا في قناتك بودرة النجاح. إلا عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات باش يوصلك الجديد. وأقول لكم أيضا الكل، وأقول أيضا الكل من يشاهد هذا الفيديو وعجبه المحتوى يدير لايك باش يوصل أكبر عدد من المشاهدين. ومن طبيعة الحال ما تنسوش التعليقات، تعطيوني رأيكم في الفكرة اللي اقترحتها لكم، وأيضا آراءكم لتحسين القناة للأفضل، فهي قناة منكم وإليكم. نرجعوا للمسجد ديالنا إخواني الكرام. كما كتشوفوا دابا المسجد في الداخل ديالو، وبعد قليل غادي نشوفوه من الخارج. غير هو راني صورته من بعد ما مشينا درنا واحد الدويره في المدينه ورجعنا. علاش؟ لان تيكون شويه الاحراج مع الناس، وركاب الناس خارجه وتصور فيهم ما تيبقوش التصوير. بعد المهم مشيت ضربت دويره وعاودت رجعت. المهم هانتوما كما كتشوفوا المسجد يلاه ترخص ليه في هذا رمضان هذا من اجل الصلاه فيه. الموقع ديالو كما سبق وشرت ليه لاصق على ستاسيون شيل اللي قدام السوق القديم، وهو كما كتشوفوا هي ستاسيون قدامه. وكما قلت يعني مقابل مع السوق القديم، وقريب ان شاء الله بلاصه السوق القديم او جزء منه غادي يولي محطه ديال الكيران. متابعي الاعزاء، غادي نخليكم دابا مع الفيديو وجوله خفيفه في المدينه مع تلاوه من ايه الذكر الحكيم لهذا الامام ديال هذا المسجد هذا. ونتمنى من الله انكم تعطيوني الراي ديالكم في التلاوه ديالو، زعما تبارك الله عليه تلاوه ما شاء الله خاشعه. اذا نخليكم مع الفيديو ولا نعود في النهايه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. الحمد لله. تلاوة تبارك الله خاشعة. غير هو تنعتذر متابعي الكرام على رداء ديال شوية الصوت، المهم الظروف خارج على الإرادة ديالي. المهم كنشكركم شكر جزيل انكم بقيتوا معايا لغاية هذه اللحظات. الله يجازيكم بخير. ما تنساوش كما قلت التعليقات، الافكار، الفكرة اللي قلت لكم تعطيونا الرأي ديالكم. شكرا لكم متابعي الاعزاء، ولنعود ان شاء الله في باقي من الايام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.